ولعل من عجائب الأمور قدرة القباطي على ابتلاع الطلقات النارية دون أن يصاب بأي أذى، على عكس ما يحدث في حال تناول اللحوم. من الأطعمة أكل سندويتشات الأرز، الحاجات الوجبات الخفيفة يعني فقط. طيب بالنسبة للحم؟ بالنسبة للحم أنا إذا أكلت لحم يعني المعدة حقي لا تقبل، يعني اوتوماتيكيا أنت ترجع اللحمة من المعدة، يعني تقذفه إلى برا. في قارورة جابتها من الدكان ما جبتهاش من عندي، بلا تزنق لكن ما عجبنيش أنا التزنق. خلاص يلا. الدجاجة ما شربوش هذا. أنا أشتي هذا. مواقف محرجة كثيرة في حياة القباطي تعرض لها وهو يبحث عن وجبته الزجاجية المفضلة. كيف الزجاج هذا؟ نشتي زجاج ضخم. خلاص هذا ب 2 ملي. هذا حلو. ايوه تمام. ممكن نقربوه؟ عايز تجرب معك طاقة أو شيء أو لا نقربوه أنا عندك. ايش تجربه؟ نقربوه هكذا نشوف نفس ما قال. نشوف الطعم. ما شاء الله. نبيله فاهمنا. الطعم حقه ما عجبني يا صاحبي، ما عجبني الطعم حقه متغير. الناس هنا يتناولون الطعام بينما القباطي يعكف على التهام وجبته المفضلة. القباطي بما يمتلكه من قدرة خارقة على التهام الزجاج وغيره لم تسلط عليه الأضواء حتى الآن، كما أنه لم يخضع لفحوصات طبية معملية أو نفسية دقيقة للكشف عن خبايا وأسرار حالته. أدعو الأطباء سواء في اليمن أو خارج اليمن بالجلوس معي والنظر لحالتي وفحصها والبحث عنها. بسم الله. ويأمل القباطي أن يجد من يتبناه ويمكنه من استثمار قدراته ويجنبه عناء الفرجة المجانية والبحث عن الزجاج والمسامير وشفرات الحلاقة والطلقات النارية. محمد العميسي لبرنامج ألوان السعيدة، صنعاء. على غير ما هو معتاد في العمل الخيري، الأيتام في مركز